السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود فاروق. انا لو جيت قلت لك في لعيب اتطرد والماتش اللي بعده هيلعب، الكلام دوت مش في دوري محلي، لا ده في كأس العالم اللي العالم كله بيتفرج عليه ومستنيه. هتصدق الكلام ده؟ اكيد. اكيد مش هتصدق طبعا. طب هل لو انا جيت قلت لك في طفل رضيع، يعني كان بيزن وبيعيط، ابوه عمل له او والدته يعني عملت له كوبايه شاي وشربها وسكت وخلاص ونام، هل انت هتصدق؟ اكيد لا. اكيد اللاعب اللي اتطرد مش هيلعب الماتش اللي بعده، اكيد الطفل لازم يشرب لبن. امريكا في كاس العالم، يعني احنا مش بنغير الحقيقة بس، يعني بنزور التاريخ وبنفيك كل حاجة، لا. احنا كمان حتى القوانين اللي احنا حاطينها المفروض العالم بيمشي عليها برضه احنا هنغيرها عادي. جه المعلم ابو حنان كلم انفانتينو، قال له يا معلم انا عندي لعيب اتطرد والماتش الجاي هنلعب بلجيكا، هينفع ان انا ما العبوش؟ انا عايز العب. قال له عندكم فين المؤاخذة؟ قال له عندي في منتخب امريكا. قال له اه صح، يصدق امريكا لسه ما خرجتش من كاس العالم. قال له استنى بس اشوف الحوار ده، طب ما تقدم لي طلب. فابو حنان خاطب الفيفا، عشان طبعا احنا ما بندخلش السياسه في الكوره، عشان اوعى حد يقول كده. فكلمه بصفته رئيس امريكا، يعني هو كلمه اكيد مش بصفته مدرب امريكا، يعني هو كلمه بصفته رئيس امريكا. قال له والله انا قدمت لك طلب اهو، حاول تراجع قرار الفيفا عشان انتوا ظالمين. فرجع بص على الفاول، وبصوا الفيفا رجعت يعني قرارها وبصوا على الفاول وبتاع، قال لك ايه ده، صدق فعلا مش محتاجه طبعا. فخلاص لا لا لا، يلعب الماتش الجاي عادي على فكره، وان شاء الله يحط جون، وان شاء الله ياخد فاولات وهنظبطه يعني ان شاء الله. هو يا جماعه مش كفايه كده؟ احب ابشرك عزيزي المشاهد الجميل ان امريكا ممكن تاخد كاس العالم عادي بتليفون عادي. احنا بنلعب على ارضنا عادي. هنزور الحقيقة، هنزور الحقيقة. هنزور التاريخ، هنزور التاريخ. هنغير القانون، هنغير القانون. حد ليه شوق في حاجة؟